هو فعلا أهل المنصورة حلوين بسبب احتلال فرنسا للمنصورة؟ علشان نجاوب على السؤال ده بحيادية تامة محتاجين نعرف قصة حلوة كده، بس الأول أحب أعرفكم إن وقت وجود الفرنسيين فيها ما كانش اسمها المنصورة أصلا، كان اسمها جزيرة الورد، واللي أنشأها الملك الكامل سنة 616 هجري، يعني 1219 ميلادي، وكان اسمها جزيرة الورد لأنها كانت محاطة بالمية من 3 اتجاهات، وكان فيها أكبر حدائق ورد في مصر. وبعدها اتسمت المنصورة بعد النصر في معركة المنصورة اللي حققه الشعب المصري على الحملة الصليبية السبعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا. طب برضه إيه هي الحكاية؟ وأهل المنصورة الحلوين دول أصلهم إيه؟ أهلا بيكم، أنا نور عجلان وأنتوا دلوقتي في بنك العلم. اتمنى لو استفدتوا اي معلومه من الفيديو ده تدعموني بلايك وكومنت، ما تنسوش تشتركوا في البنك عشان رصيدنا العلمي يزيد. البداية من عند وفاة السلطان العادل الكبير أبو بكر بن أيوب، والكلام ده سنة 615 هجري الموافق 1219 ميلادي، وهو أخو السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. واتقسمت وقتها المملكة الأيوبية على أولاده، وكان أبرزهم الكامل محمد في مصر، والمعظم عيسى في دمشق وما حولها، والأشرف موسى في شمال بلاد الشام وجنوب الأناضول. ودي كانت بداية للصراع على الزعامة والملك بين الإخوات الثلاثة. وللأسف الصراع ده انتهى بمصيبة كبيرة لما الكامل محمد باع بيت المقدس وتنازل عنه للإمبراطور الألماني فريدريك سنة 1229 ميلادي، وعمل اتفاقية دفاع مشترك معاه وهدنة مدتها 10 سنين كاملة علشان يكون معاه ضد اخواته اللي هم المعظم عيسى في دمشق والأشرف موسى في شمال الشام وجنوب الأناضول. وسنة 1238 ميلادي اتوفى الكامل محمد، وجه بعده على حكم مصر ابنه العادل الثاني، بس شخصيته كانت ضعيفة جدا وما يقدرش يتحمل المسؤولية، فاستغل اخوه الصغير الصالح نجم الدين ايوب ضعفه ده واعلن نفسه سلطان على مصر. واستعان الصالح نجم الدين ايوب علشان يقوي جيشه وموقفه العسكري في مصر ضد الايوبيين المتربصين بيه في الشام وفلسطين، والصليبيين اللي في بيت المقدس بالقوات الخوارزمية المرتزقة وشراء المماليك الاطراف. فبقى جيش مصر اقوى جيوش الايوبيين كلها، وما عداش 5 سنين على ارتقاء الصالح نجم الدين ايوب للحكم، وقرر يطرد الصليبيين والايوبيين الخونة المتواطئين معاهم من فلسطين، وخد من جده العادل الكبير والناصر صلاح الدين الايوبي قدوة ليه. وسنة 1244 وقعت معركة مهمة جدا، وهي معركة لافور بيه او معركة غزة، وانتهت بهزيمة الصليبيين وايوبيين الشام المتواطئين معاهم. وقدر الصالح نجم الدين ايوب يطردهم من فلسطين كلها ويرجع بيت المقدس مرة تانية للمسلمين. وبقى السلطان نجم الدين ايوب بقوته العسكرية والسياسية واحد من اقوى السلاطين والملوك في العالم الاسلامي كله في الوقت ده، والصليبيين بقوا يخافوا منه، وكانوا بيمركزوا قوتهم في مدن وحصون الساحل الشامي زي انطاكيا وطرابلس والشام وبيروت وعكا، لانهم كانوا خايفين الصالح نجم الدين ايوب يرجع سيرة جده الاكبر الناصر صلاح الدين ويحرر المناطق دي من وجودهم فيها، بعد ما كانوا بقى عملوا تحالفات مع امراء وملوك الايوبيين في بلاد الشام. واللي حصل ده خلى الصليبيين في الغرب يغلوا، وعلى راسهم بابا فرنسا وملوك الغرب اللي كانوا بيعتبروا نفسهم اقوى المدافعين عن الروح الصليبيه في الوقت ده. ساعتها ملك فرنسا لويس التاسع قال لك احنا لازم نعمل حمله صليبيه جديده، بس المره دي مش هتكون على الشام ولا على بيت المقدس. طب هتكون على فين يا اسد؟ قال لك على مصر اللي لازم نحتلها ونحرم الصالح ايوب من قوتها الاستراتيجيه. طب وايه بقى اللي حصل لما الحمله دي نزلت مصر؟ اقول لك يا سيدي، لويس التاسع بدأ يجهز نفسه عشان يعمل حملته وينزل على مصر، واستعان ساعتها بالبابا في انجلترا وايطاليا، والكلام ده وصل للايوبيين في مصر. وفعلا لويس التاسع مشي في النهاية من باريس سنة 1248 ميلادي، ودي كانت الحملة الصليبية السابعة. وجه بقى من جنوب فرنسا لجزيرة قبرص ووصلها في شهر سبتمبر، واستنى بقى الامراء الصليبيين عشان يتجمعوا كلهم في الجزيرة دي ويكملوا من قبرص على مصر. ولما الحملة الصليبية دي بقى وصلت مصر ونزلت على شواطئ راس البر بدأت تمشي جوه الدلتا، وأول حاجة وصلت لها دمياط، وخدت دمياط بدون أي مجهود، فافتكروا نفسهم كده هيدخلوا مصر بسهولة، وفعلا فضلوا يمشوا لحد ما وصلوا لجزيرة الورد اللي هي المنصورة. ووقتها كان الملك الصالح أيوب بيعاني من مرض السل،
وكان بيحارب الناصر الثاني الايوبي ومحاصر مدينه حمص اللي هي في سوريا. فلما عرف ان الفرنسيين بقوا في جزيره الورد فك الحصار عن حمص ورجع على طول على مصر وجمع جيشه بسرعه. وكان على راس الجيش ده وزيره اللي هو بيأتمنه جدا الامير فخر الدين بن الشيخ. وساعتها بعتوا قوه لدمياط علشان يخرجوا الصليبيين منها، بس للاسف القوه دي فشلت والصليبيين فضلوا في دمياط. وسكان دمياط بقى لما شافوا الجيش المصري اتهزم خافوا جدا من الفرنسيين وسابوا البلد ومبقاش فيها حد خالص. الصليبيين فرحوا قوي بالموضوع ده وقالوا كده احتلال مصر هيبقى سهل، والنيل كمان بقى قدامهم عشان السفن بتاعتهم تمشي فيه. والملك الصالح نجم الدين ايوب لما عرف ان الجيش بتاعه اتهزم في دمياط غضب قوي وقرر ينزل بنفسه المنصوره ويواجه الصليبيين. ولما وصل المنصوره قابل الصليبيين وعرض عليهم انه يتنازل لهم عن المدن في بلاد الشام وعلى راسها القدس مقابل الانسحاب من مصر، بس هم رفضوا. الملك لويس صمم على انه يتقدم ويستولي على مصر كلها، وكانت قوتهم العسكريه مساعدهم على الغرور ده لان كان ساعتها معاه 50,000 مقاتل. بس في وسط الكلام ده كله حصلت الكارثه، الملك الصالح نجم الدين ايوب مات. وزي ما هو مشهور زوجته شجر الدر اخفت الموضوع ده عن الجيش علشان عزيمتهم ما تقلش وما تهبطش، وفضلت مخبيه الخبر ده لحد ما ابن طوران شاه يجي من حصن كيفا اللي هي جنوب الاناضول علشان يستلم الحكم مكان ابوه. في الوقت ده قرر الامير فخر الدين بن الشيخ المقاومه من المنصوره والاستمرار في حروب العصابات. بس تقريبا كده خبر موت الصالح ايوب وصل للفرنسيين، وساعتها بداوا يخرجوا من دمياط بعد ما سابوا فيها قوه قويه جدا تحميها، وبداوا يتجهوا في الجنوب. فاستولوا بقى على فارسكور وشرمساح والبرمون، واستشهد الامير فخر الدين بن الشيخ اثناء مقاومته للتقدم الفرنسي، وده خلى جيش المسلمين يتفرق وكانوا هيتهزموا تماما. التطورات اللي حصلت دي وانهزام الجيش المصري بالشكل ده شجعت مقدمه الجيش الصليبي اللي كان بيقوده ساعتها روبرت دي ارتو، وده اخو الملك لويس التاسع. ده شجعه انه يتقدم ناحيه بحر اشمون وما استناش ان بقيه الجيش يعبر بقياده لويس بناء على الخطه اللي كانوا حاطينها. فبدا يقتحم المنصوره بقواته وعلى راسها فرقه فرسان الداويه اللي هي كانت السبب في استشهاد قائد الجيش المصري الامير فخر الدين. بس ساعتها الجيش الصليبي لقى قدامه قوه جديده بقياده فرقه المماليك الاتراك وعلى راسهم الامير ركن الدين بيبرس البندقداري اللي هو هيبقى بعد كده الملك الظاهر بيبرس. ودول كان الصالح ايوب جايب منهم كتير جدا ومربيهم من اول ما طلع السلطه سنه 1239 ميلادي لانه لقى فيهم القوه والجرأه. والمماليك دول وقتها كان اسمهم المماليك البحريه. بيقولوا المقريزي ان المماليك ساعتها قاموا على الفرنسيين وعملوا حمله زعزعوهم بيها وشالوهم من قدام باب القصر، وبقوا الفرنسيين يجروا قدام المماليك والمماليك وراهم بالسيوف بيقتلوا فيهم، وقتلوا منهم عدد كبير جدا حوالي 1500 واحد من اعيانهم وفرسانهم. وكان القتال ده في حواري المنصوره، وانهزم الفرنسيين فيها ورجعوا ووقفوا جنود تحميهم وبنوا سور وخندق عشان خايفين من المماليك. وده كان اول نصر يعمله الجيش المصري على الجيش الفرنسي. وفضلت المعارك شغاله بقياده لويس على الجيش الفرنسي وقياده بيبرس البندقداري على الجيش المصري. ساعتها قدر يقطع طريق الامداد على السفن الصليبيه اللي كانت بتيجي من دمياط علشان تمد الجيش الصليبي بالمؤن والسلاح. فلما قلت المؤن في الجيش الصليبي انتشرت في وسط الجنود الامراض والحمى والجوع، وساعتها الجيش المصري قدر ياخد 52 سفينه صليبيه مليانه بالمؤن اللي كانت رايحه للجيش الصليبي في المنصوره. وبكده وقع الصليبيين في فخ او في كماشة الجيش المصري من الشمال ومن الجنوب ومن جهه النيل في الشرق. وقتها لويس حب يتفاوض في الموقف ده على ان هو ياخد القدس مقابل الانسحاب، بس ساعتها الموقف كان اتغير. السلطان الجديد طوران شاه بن الصالح ايوب اللي هو بقى الملك الجديد بعد وفاه ابوه رفض العرض ده لانه عارف ان الصليبيين مهزومين، وبدا الصليبيين فعلا يهربوا ناحيه دمياط عشان يفروا من الجيش المصري. بس قوات المماليك كانت ماشيه وراهم وكانت بتخطفهم فعلا بمنتهى الشجاعه. وفي منطقه شرمساح والقرى بتاعتها وفي نص المنطقة اللي بتقع بين المنصورة ودمياط حصلت معركة كبيرة تم فيها سحق الجيش الصليبي كله، وكانوا كلهم بين قتيل وأسير لحد ما وقع لويس التاسع نفسه في الأسر، وخدوه مقيد ومكبل بالأغلال لمدينة المنصورة وسجنوه في دار قاضي المدينة فخر الدين إبراهيم بن لقمان، وحطوا عليه خادم شديد القوة والبطش واسمه صبيح الطواشي. والخادم ده كان صعب جدا وحد المزاج جدا لدرجة إن لويس التاسع نفسه قال لهم
لهم ارجوكم اقتلوني بدل ما تقعدوني مع الراجل ده. وقتها المصريين ما اهتموش قوي وهم في نشوة انتصارهم ده انهم يرجعوا دمياط، لانهم شايفين ان رجوعها شيء سهل قوي ومفروغ منه، وكانوا بيخططوا في امر الصلح ده انهم يستولوا على جميع الممتلكات الصليبيه في الشام عن طريق الضغط على لويس التاسع. بس لويس قال لهم انا ماليش سلطان على ممتلكات الصليبيين، وتم عقد اتفاق صلح المصريين فرضوا فيه بقياده توران شاه كل شروطهم، ومنها دفع مبلغ 200,000 دينار ذهبي فورا، ودفع 200,000 تانية مقابل الإفراج عن الأسرى الصليبيين وتسليم دمياط. واستمر الصلح بين الطرفين لمدة 10 سنين، وبكده تكون انتهت غطرسة الفرنسيين على إيد الجيش المصري. طيب سؤال الحلقة بقى، جمال بنات المنصورة وأهل المنصورة جاي منين؟ من الفرنسيين اللي ملحقوش يقعدوا وكانوا بيحاربوا في الحكاية اللي حكيناها دي؟ أكيد لا. أمال إيه اللي حصل؟ جمال أهل المنصورة جاي من عنصرين مسلمين وفي عصرين مختلفين. العنصر الأول هو المماليك، وده لما أنشأ المدينة الملك الكامل وأقام فيها أمراءه المماليك وجنودهم، ووفد إليهم الناس وعاشوا معاهم واتجوزوا منهم. والعنصر الثاني لما راح ليها مماليك الصالح أيوب وقتلوا الصليبيين فيها وأقام بعضهم هناك وبرضه اتجوزوا منهم. وطبعا بما إنهم أتراك فكانوا بيض والعيون ملونة والشعر ناعم واصفر، ومن هنا جه جمال أهل المنصورة، فدي جناب. لكن بقى إن جمال أهل المنصورة من الفرنسيين لا، ده شيء مش مؤكد خالص تاريخيا، ومفيش اي دليل تاريخي بيقول ان اهل المنصورة حبوا الفرنسيين المحتلين اللي بيدبحوا فيهم. وبس كده، والسلام عليكم.